ايه ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ ان شاء الله يا رب تكونوا دايما بخير واحسن حال دايما يا رب. وحشتوني جدا جدا جدا. اسفه على صوتي اول حاجه، يعني عشان عندي برد، محدش يتريق على صوتي. اولا كده قبل ما نبدا الفيديو بتاعنا نحب نسمي الله ونصلي على الرسول، اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. لو انت اول مره تشوف قناتي ما تنسيش تشترك في القناه وتفعل زر الجرس وكومنت حلو، دعوه حلوه من قلبك لو تقصد محبه قلبك. هنا بقى معانا روتين بسيط جدا، مش هطول عليكم فيه والله. بس قبل كده بقى، قبل ما ابدا روتيني كنت نزلت كده، رحت السوق وجبت شويه حاجات. جبت هنا فراوله ورمان وخضار وجوافه. الجوافه دي انا جايباها للعصير مش للاكل يعني، انما كانتش جامده قوي. وجبت هنا عجين طعمية معايا، وجبت هنا ابر خيط، الابر اللي هنا ما كانت باظت. وجبت هنا ايه اكلة سمك، السمك ده صاحي فانا خايفة امسكه قدامكم، خايفة اطلعه من الكيسة. وجبت ليمون وبهارات كمون وفلفل، وجبت استفندي. ودولت الحاجة اللي كانت ناقصاني يعني. ومحمد بقى ماسك علبة الزبادي بتاعته، قال لي صورها لي يا ماما. هنا بقى المطبخ هنا هنضفه معاكم اهوت. هنضف بس الحوض معاكم كده. وانا اسفة على صوت التاني مرة، والله انا عندي برد بيبهدلنا حرفيا، مش عارفة البرد ده يعني يطول معايا، لما يجيلي بيطول معايا، يقعد معايا مثلا بالشهر، وبعد ما اخف اقعد اسبوع ويرد لي تاني. انا مش عارفة ليه، حتى برضو في الصيف كده، صيف شتاء عندي برد كده، وبالذات بقى بتبقى مناخيري مكتومة. حتى تحسوا في كلامي كده ان انا خانفة شوية. والله العظيم وحشتوني وحشتوني كمان، انا كان نفسي اتكلم معاكم كتير جدا. انا والله يا جماعة، يعني نفسي تقدروا تعبي، ونفسي تدعموني، ونفسي تقفوا جنبي. انا مش بطالب منكم غير انكم بس تقفوا جنبي، وانا مش طالبة منكم اي حاجة والله صدقوني غير كده بس. انا محتوى محترم، انا والله ما بعمل حاجة وحشة، ولا طالعه بتكلم في سيره حد ولا في السياسه ولا الكلام ده، ماليش انا في الكلام ده خالص والله، ولا الجو ده خالص. انا واحده طيبه غلبانه، بجري على اكل عيشي، وبشوف مصالحي في بيتي وفي دنيتي. مش فاضيه ان انا اتكلم على حد ولا اقعد مع حد ولا اجيب في سيره حد. يعني حتى والله القناه دي انا كنت بادئها كده وعاملاها، قلت تشغلني بدل الوش اللي انا فيه والتعب والمرض اللي انا فيه ده. واللي انا بكلمكم فيه ده والله العظيم يا جماعة، انا كنت في موال ما يعلم به الا ربنا، كنت في وش ما يعلم به الا ربنا، بس الحمد لله يعني على كل اللي يجيب ربنا، الحمد لله. هنا كده بقى انا كنت بغسل المواعين. تمام. قلت بقى افضي الحوض كده عشان نشوف هنعمل ايه. بس لو انت اول مرة تشوف القناة دي واول مرة تدخلي عليها ولسه ده اول فيديو تشوفيه ليا، ما تنسيش تشتركي في القناة. ده لو الفيديو عجبك، ما عجبكيش خلاص اقلبي ولا اكنك اتفرجت عليه، وما تعمليش اي حاجة. هنا بقى حبايب قلبي، انا طبعا دي الجوافة بقى، دي الجوافة اللي انا كنت جايبها من السوق. الجوافة دي مستوية، مش جامدة قوي، انا قلت للعصير يعني مش هناكلها ولا حاجة. حتى انا بوريها لكم اهو، هي مش مستوية قوي يعني ان هي مهرية وبايظة وريحتها وحشة والكلام ده وفيها وساخة وكده، لا، هي حلوة والله. هنا بقى قعدت اغسلها وفتح عليها الميه، وبعد ما اول ما الطبق اتملى سبتها، وقلت بقى اخرطها كلها كده وانضفها واقشرها حلو، واعلى في الفريزر. بصوا يا جماعه، انا كان يوم النهارده بصراحه كان غريب جدا، وكان في شويه حاجات يعني يمكن انا اول مره اتكلم معاكم فيها بصراحه. انا كان انا حماتي متوفيه. حماية ده ما كانش بيكلمني ولا كان بيطيقني ولا كان بيعبرني غير عنده سلفتي اهم مني طبعا، وبيحبها اكتر مني، مع اني وايمانات ربنا يمين اتحاسب عليه. انا عمري في حياتي ما عملت وحش، عمري ما بصيت له بصه وحشه، عمري ما عملت له اي حاجه.
يعني انا مش بتكلم واقول انا اعوذ بالله من كلمة انا طبعا. بس والله العظيم انا بقول لكم الحقيقة، انا مش حكاية بس انا بتكلم على نفسي وبجامل في نفسي او عشان تقولوا ده غلبانة، ده مش عارفة ايه، ده هي ايه، ده هي ايه الكلام ده. لكن والله العظيم بكلمكم بكل صراحة وكل حقيقة، وما بكدبش عليكم في حرف. اولا انا كنت بعمله بما يرضي الله زي ما اكني بعمل بابا بالظبط، بس هو مرعاش كده. المهم حصل وش وحصل مشاكل كتيرة جدا 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 جدا، ومشاكل بقى يعني وحوارات يعني ما ترضيش مسلمين ولا ترضي بني ادمين، والله زي ما بقول لكم كده بجد. بس انا بقول الحمد لله ومستحملة وعايشة عشان خاطر جوزي واولادي. جوزي ملوش حد، جوزي ملوش حد من بعد امه ما ماتت غيري انا وولاده، وربنا قبل كل شيء. قال لي ربنا احسن مني ومن عيالي واحسن من الدنيا كلها. انا جوز غلبان، متمرمط من صغره، متبهدل من صغره، من اخواته حتى برضو ظالمينه وجايين عليه. و والله العظيم يا جماعه انا بكلمكم كده من الوجع اللي انا فيه. انا انا بجد موجوعه جدا وزعلانه وفي قرف الدنيا. ما يغركوش ان انا بطلع واتكلم واضحك كده والله، لكن انا من جوايا هم ما يتلم. والله يا جماعه جوايا هم ما يتلم. انا طالعه بس عشان افضفض معاكم شويه عشان زهقانه شويه. المهم يعني حماية وسلفيت دولت حصل مشاكل ما بينهم واتخانقوا مع بعض. ولما كان عامل معايا مشاكل انا كنت زعلت وقعدت عند بابا شويه فتره عشان كنت زعلانه وحصل مشاكل، واترضيت والحمد لله ورجعت. دلوقتي اتخانق هو وسلفتي وايه، ودلوقتي برضو رجع لي انا وتأسف لي وترجاني وبس راسي وقال لي اسف حقك عليا انا ظلمتك كتير، مش عارفه ايه والكلام ده. فطبعا انا ما اقدرش احرج راجل كبير اكبر من ابويا ان انا احرجه واقول له لا او من غير لا والكلام ده، لا. انا مش كده. صدقوني انا واحده متربيه، انا ابويا وامي عرفوا يربوني. انا متربيه والله تربيه نظيفه. ان انا راجل كبير زي ده خلاص عرف غلطه وقلت يمكن بيعمل لاخرته. اكتشف يا جماعه بعد ما صالحته واتكلمنا ومش عارفه ايه، لقيته برضو واقف في صف السلفيتي ديت في حاجات ضدي. اتكلموا وكده وهي كلمته وعملت له مشاكل، وراحت قالت لولاده ان هو كلمني وكده. ولاده زعلانين اللي هو كلمني، وسلفتي منها موصلة كلام غلط لعياله، وهو حماية بيصدق اي حد. يعني مثلا زي سلفتي دي هي اللي عكت الدنيا، يعني مثلا قايله لاخواته، قايله لاخواته لولاده قصدي، اسفه معلش. قايله لولاده ان انا ان ابوهم بيديني فلوس وبيصرف علينا و... والكلام ده ما حصلش. فطبعا عياله زعلوا، عياله جم اتخانقوا معايا هنا. وقلت لهم انا ما حدش يكلمني، انتوا كلموا ابوكم، انا ما باخدش جنيه من حد، انا ما باخدش جنيه من حد. وقالوا له ويقولوا كمان لما يبقى جوزك مش موجود ابويا ما يطلعش عندك فوق. قلت لهم والله انا بسيب باب الشقه مفتوح، حتى لو حماية طلع بسيب باب الشقه مفتوح ما بقفلهوش. سلفتي عكا الدنيا وقايله كلام وحش. وحسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل في كل اللي يتكلم عليا كلمه مش فيا او كلمه مش في حقي. انا مش مسامحه يا رب اي حد اتكلم فيا كلمه مش في حقي او اتكلم في شرفي او في شرف بيتي وعيالي وجوزي. مش مسامحه، انا مش مسامحه حد. والله يا رب انا ما سامحه حد. انا كنت بسامح. انا عارفه ان انت هتقولوا ربنا بيسامح وبيغفر والرسول كان بيسامح وكده. طب ما ده انا سامحت كتير يا جدعان، انا سامحت كتير قوي قوي قوي. بس لدرجه انا بقيت لدرجه
من كتر زعلي ده جابولي المرض. انا جالي المرض والله العظيم يا جماعة. انا ممروضة بمخ واعصاب ونفسية وعصبية وكله، تعبانة وبتعالج من كتر ما انا كنت بشيل وبستحمل وسامح واجي على نفسي، وعشان خاطر جوزي وعيالي. بس اخر البني ادم ليه طاقة، واخر ما فاض بيا وتعبت قلت خلاص لحد هنا وكفاية، لحد هنا وستوب. دلوقتي كلهم اتلموا عليا انا، وكلهم بيعبوا فيا عشان خاطر ابوه مكلمني، وعشان خاطر سلفتي موصلة كلام. اللي حصل مواويل كتير بسبب سلفتي ديت في امهم قبل ما تموت، ماشي، وكانوا كارهينها ومش عارفة ايه، وهي السبب في موت حماتي. بس هما للأسف مصدقينها، صدقوها. انا والله لو انتوا حابين تعرفوا القصة من يوم ما انا اتجوزت، والله العظيم لكل بنت بتتفرج عليا، ماشي، لكل واحدة بتتفرج عليا عشان تخلي بالها لو هي داخلة في بيت عيلة، تخلي بالها من نفسها، وتخلي بالها هي تتعامل ازاي، وخصوصا لو في بلد أرياف، بلد فلاحين، يعني لا مؤاخذة في الكلمة، فلاحين. فلازم تسمعي مني شوية كلام، ده انت لو حابة تسمعي عشان تعرفي تعيشي، عشان ما تخشيش لا مؤاخذة يعني زي الهبلة في وسطهم كده. ده الفلاحين دولت عليهم يا جدعان لقم ومش حلوين ومش كويسين، طريقتهم ومعاملتهم. عارفة بقى تكسبوهم ازاي؟ لو تعاملوهم بنفس معاملتهم. لكن انا مش من البلد دي، انا من بلد جنبها من بعيد شوية. فانا طبعا انا بقالي 9 سنين متجوزة اهو، والله العظيم ما فهمتهم غير الايام دي، يعني تقريبا من سنة كده. والله ما فهمتهم يا جماعة غير الايام دي. ويا خسارة فهمت متأخر قوي، وعرفت متأخر قوي، وتعبت جدا، تعبت جدا جدا جدا. وكنت بسورق، وكنت يا لهوي، ربنا ما يعود الايام دي تاني عليا ولا عليكم ولا على اي واحدة يا رب متجوزة في اي بيت عيلة، ولا تشوف اللي انا شفته. انا هنا بقى ارجع لكم الموضوع بتاعي، معلش انا اتكلمت ونسيت معاكم الموضوع اللي احنا فيه. انا هنا كنت بصور السمك ده وبوريه لكم انا بنضفه ازاي، عشان لو انت واحده مثلا عروسه وكده وحابه توفري في بيتك، توفري في جوزك، لجوزك وكده. انا بعرفك هنا الخطوه بخطوه تنضفي السمك ازاي، فحتى كل شويه باكد لك تعملي ايه بالظبط. يعني ايه شويه افكار ونصايح كده ليكي تعمليها للسمك ده، زي ما عملت الطريقة دي. زي ما انت شايفة الطريقة اللي قدامك دي اللي انا بعملها دي، اعمليها بالظبط، تلاقي السمك معاكي نضيف، مفهوش دم ولا مدمم ولا جلد ولا الحاجات دي، لا تلاقيه ابيض قشطة كده، تلاقيه حتى في الصورة منور. هنا بقى كان معايا حتة دقة في التلاجة، وجبت 3 ليمونات صغننين كده، طلعت هنا حبة دقة، عمالة بقى ايه، تتبلي السمك كده كويس جدا من الجنبين والراس، تمام زي ما بوريكي كده بالظبط. تتبلوهم حلو كويس جدا. الدقة ديت انا كنت عاملاها في فيديو معاكم قبل كده، لو حابين تعرفوا الطريقة اكتبوا لي كومنت وانا اعملها لكم باذن الله في فيديو جاي ان شاء الله. هنا بقى مسكت الليمون، عصرت ليمونتين 2 بس لتغرقهم، وقمت ايه حاطه الليمونتين عليهم، وقلت بقى عنو ايه في الفريزر. اتبقى هنا بقى ليمونة وكده، وقمت شايلاها. وكنت بقى بأكد على الحوض بنضفه وبغسل البرطمان بتاع الدقة ده حلو كده، عشان ايه الدقة اللي فيه كانت خلصت، تمام. قلت بقى تنضف الحوض كده واصبن المقص والكلام ده مكان الزفارة السمك وكده. إيه، وعشان الدنيا كده تبقى تمام، وتحسي بقى ان انت ايه تقوم الصبح كده مرتاحة. فطبعا ده كان يوم النهاردة، بصراحة انا كان نفسي اطلع اتكلم معاكم، وحشتوني جدا 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 جدا. هنا بقى كنت بصبن الحوض، تمام، كنت بصبنه هنا. و حمك الله يا محمد، حمك الله. هنا كنت بقول لكم ايه، اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله.
دايما يا جماعة كده واحنا بنعمل شغل بيتنا نحب دايما نسبح، نقول أذكار الصباح وأذكار المساء على لساننا على طول، وذكر ربنا يبقى على لساننا على طول. هنا بقى كنت عاينة في الفريزر علبة الدقة دي جاهزة، كانت عندي في الفريزر، قلت عاملة بيها البرطمان بقى اللي أنا بحطه في التلاجة ده، البرطمان الإزاز بعينه في التلاجة، والعلبة بعينها فين؟ في في الفريزر. وقت ما البرطمان بيخلص قوم جايبة. هنا بقى بصور لكم ايه اللي شفتوا المصفى المتعلقة دي، شفتوا اللزقة اللي هي متعلقة عليها؟ اللزق ده انا كنت مطلعاه معاكم وقلت لكم ده حلو والكلام ده، عشان كنت اول مرة اجيبه، لكن وحياة ربنا طلع زبالة معفن، بيشيل الحاجات الخفيفة بس، الحاجات الخفيفة. ده انا بإذن الله والله العظيم بجد ان شاء الله ان شاء الله يا رب من غير مقاطعة، العيد الجاي ناوية اجيب واحدة من اللي هي استانلس، الاستانلس اللي هي بتعلق ورا البيبان دي، عارفين دي احلى حاجة واجمد حاجة بقى، تعلق عليها قلايات، تعلق عليها مجات، مش عارفة ايه، عمرها ما تقع. لكن سيبوكوا انتوا من الشغل اللي طالع جديد اللزق ده، ده ما بيستحملش اي حاجة، اخره مصفى، معلقة، شوكة، اي حاجة تعلق، لكن حاجات تقيلة من دي لا، وحش قوي، ما انصحش اي حد يجيبه. هنا بقى كنت بمسح الرخامة ونضفتها، ومسحت البوتاجاز كده لمعته، والرخامة برضو. كنت بقى شايلة الفرشة اللي بحطها تحت الحوض ديت، اللي انا ايه، عشان الحوض كمان الحافية بتاعته متكسرة، فالمية وكده بتنزل عليها، ولما بتتبل بحطها في البلكونة، او بلاقيها بس تطلع ريحة او كده او اتوسخت بغسلها. هنا بقى قلت اكرس بقى المطبخ كده ايه كنسة حلوة كده، تمام زي ما انتوا شايفين اهوت. قلت بقى ايه اكنسه بقى حلو كويس، ولميت هنا بقى الكنسة ورميتها في الباسكت، وقلت بقى هنا كده ايه المطبخ خلاص نضف معانا وجهز. ايه رأيكم بقى في النظافة والشياكة دي؟ بس قلت بقى انا مش هختمها كده، ده انا لازم اجيب عود بخور واولعه كده، وريحة البخور ده ريحة تجنن. حطيت بقى البخور كده وبخرت المطبخ وسبته، وقلت بقى ايه نخش بقى على الغدا بتاعنا القمر. هوريكم بقى انا عملت ايه الغدا النهارده. عملت هنا بقى شوية رز كده وشوية ملوخية وشوية لسان عصفور يدفونا في الجو التلج اللي احنا فيه ده، تمام. وقلت حاجة سريعة يعني ايه على طول كده اعملها. ولو انتوا بقى وصلتوا لحد هنا ما تنسونيش بالاشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس وكومنت حلو ودعوة حلوة من قلبكم لاختكم سومة. وادعوا لي يا جماعة بالله عليكم ان ربنا يصلح لي حالي انا وولادي ويشفيهم لي ويخليهم لي، ويشفي لي محمد عشان تعبان و... ويا رب يكون عجبكم الفيديو بتاع النهارده يا رب، واكون عند حسن ظنكم حبايبي، بحبكم في الله يا احلى اصحاب واحلى اخوات في الدنيا. اشوفكم الفيديو الجاي في رعاية الله، سلام.